أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا ولنبذل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوعنا أبنائنا وتحديات المهجر. اليوم إن شاء الله نكمل في حلقتنا الرابعة فيما يتعلق كيف نستثمر. إحنا يمكن ذكرنا في الحلقة السابقة في فرص كثيرة، في جانب مشرق، في إيجابيات موجودة في المهجر، لكن كيف نستثمرها؟ أحيانا تنقصنا هذه المهارة، تنقصنا الدراية، تنقصنا الطريقة الصحيحة لاستثمارها. نبدأ أولا كيف نوظف هذه الفرص المتاحة لصالح تربية أبنائنا. أولا نبدأ إذا كانت الدول نفسها بتعزز في الطفل أنت أولا، يعني يمكن شعار معظم الدول الغربية أو دول المهجر عموما أنت الأول، يعني أي شيء. ولذلك أبنائنا يعني دايما كثير من الأخوة يقول لي ابني I don't care not، يعني يقول not يعني ما is not my business. فإذا كان هو بيقرص فيه أن أنت أولا، ويقرص في الاعتزاز بالنفس، والأنا يكون الأنا عنده يعني عالي جدا، أنا من سن مبكر كيف أقرص قيمي هويتي الإسلامية، أقرص في ابني منذ الصغر إذا كان هو عنده الاعتزاز وهو موضوع إن القوة النفسية كيف أنا أوظفها لصالحي. يعني حقيقة ما هي يكون موضوع أنا أعرف إنه هذا الموضوع موجود أو الفرص موجودة، لكن وقت استثمارها هنا يأتي التحدي الكبير. هنا المعضلة إنه أحيانا تجد إن الأسرة تكون هي جالسة والطفل في سن صغير يلعب ومشغول بالأجهزة، ما تكون واضعة في اعتبارها إن يوم من الأيام يعني الطفل يكبر، وهل نحن نواكب هذا التطور؟ هل نحن فعلا نسير مع الطفل في العملية النموية؟ يعني مثلا في كل مرحلة نمو لها احتياجاتها، لها تحدياتها. فبالتالي أنا الاستثمار يأتي من سن مبكر. إذا نفترض إحنا لكل واحد مننا، الأخوة والأخوات اللي يشاهدونا الآن، إذا كان كل واحد مننا عنده مساحة أرض، قطعة زراعية، فهل أنا أحسد هذا محصول الماء وأنا جالسة بدون ما أبذل أي مجهود؟ طبعا مستحيل. لابد أن يبدأ في عملية يعني قبل الزراعة وبعدها ووقت الحصاد، وحتى في وقت أنا أعمل تسويق لهذا المشروع أو لهذا المحصول. فيبقى العملية التربوية بنفس المفهوم بنفس الطريقة. أنا كيف أنا أقرص في ابني هذا الاعتزاز، أقرص في ابني من ذا الصغر، كيف أخليه هو ابني ينتمي لهويته، ينتمي لأسرته، ينتمي لقيمه وعاداته الإسلامية. وليس نحن لما نقول لأنه في بعض العادات موجودة في مجتمعنا ما لها علاقة بديننا، ونحن نركز هنا في الهوية الإسلامية. هويتنا ينبنى عليها حقيقة هو بناء الشخصية. هل الأسرة فعلا هي عندها خطة؟ هل عندها منهج كيف تستفيد من هذه الفرص وتستثمرها من سن مبكر؟ وده موضوع جدا هام، يعني ما يكون فقط أنا بعد ما يصل سن المراهقة ما يكون عندي أسلوب للحوار أصلا، فأنا ما استثمرتها في الوقت المناسب ولا بالأدوات المناسبة ولا بالأسلوب المناسب جدا. تشجيع الأبناء من ضمن الاستثمار لهذه الفرص إن إحنا نشجع أبنائنا يندمجوا اندماج صحي. فأنا إذا أنا عايزة ابني يندمج اندماج صحي، لابد أنه يكون هو صحي في نفسه، لابد أن فاقد الشيء لا يعطي. يكون الطفل والابن القوي خير وأحب، زي ما ذكر في الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نحن أبنائنا نربي أبناء على القوة، ونركز هنا على القوة المعنوية، القوة النفسية، القوة الوجدانية، القوة العاطفية، والقوة الروحية. فبالتالي أنا ابني يكون أنا بنيته بناء صحيح وسليم ومتعافى. من استثمار الفرص كذلك أنه أشجع ابني في التحصيل الأكاديمي، بما أن الفرص متاحة أن ابني يتعلم. طيب ليه أنا ما أشجع ابني
أساعده في الدراسة، أقرص فيه الطموح، أن أشجعه أنه يكون عنده دافعية للتحصيل الدراسي، أنه يكون عنده شغف للعلم. بما أنه الدولة موفرة للتعليم مجاني، من ضمن الأشياء اللي كذلك اللي هي كيف نستثمر، يكون عندنا أحيانا اللي هي المدارس، يكون عندنا المدارس الإسلامية، يكون عندنا اللي هي النوادي، الجمعيات اللي تتعلق زي ما ذكرت في الحلقات السابقة، يكون مثلا أحيانا بتكون في القبيلة نفسها، في المجموعة نفسها، يكون عندنا مثلا مناسبات. كيف نحن نشجع أبنائنا أن يشاركوا في هذه المناسبات؟ أشجع ابني أنه يساعد في خدمة المجتمع، أشجع ابني أنه هو يساهم في بناء يعني شيء يتعلق بمجتمع. ودي واحدة من الأشياء اللي تعزز الثقة بالنفس، تعزز قيمة العطاء، تعزز قيمة الهوية نفسها. فبما أنه هي موضوع الهوية تحدي، يبقى أنا عندي فرص كيف أستثمر من خلال الأنشطة، من خلال البرامج اللي تكون موجودة. مثلا ابني يشارك في أيام مثلا في رمضان في إفطارات الجماعية، يشارك في العيد، في أشياء كثيرة حقيقة نحن استثمرناها، حتى وسائل نستثمرها في التواصل الاجتماعي مع أسرنا. عندنا الإنترنت مجاني، الخدمات موجودة. طيب هل نحن استثمرناها بالطريقة الصحيحة؟ هل فعلا نحن وظفنا ما نملكه من إمكانيات في إنه إحنا نقلل من معاناة حياة الهجرة، نقلل من الضغوط اللي إحنا نعاني منها؟ فأحيانا بيكون أنا عندي مال، المال حتى اللي يجي من الدولة لدعم الابن، أحيانا أنا ما أوظفه بالطريقة الصحيحة، وبدل ما يكون هو نعمة يكون نقمة ويتحول لصراعات. أنا استثمره بطريقة صحيحة، أوظفه إن ابني يستفيد. يعني للأسف أنا كثير من اللقاءات والجلسات اللي إحنا بنعملها مع الأسر، تجد إن الأسرة ممكن تبذل المال في توفير الملابس الغالية جدا والماركات، لكن ما توظف هذا المال في التأهيل. يعني هل يعقل؟ يعني أنا أهتم فقط بتلبية الحاجات المادية، لكن في نفس الوقت يعني أنا أكون مقصرة في الاحتياجات، في الحاجات الروحية والنفسية، إلا أنا أدفع من المال حتى يؤهل ابني، أدفع من المال إنه ابني يشارك في برامج، يكون هو ضمن مجموعة، ضمن أندية ثقافية، بحيث إنه تعطي لابني كثير من القيم أنا ما أستطيع لوحدي. يعني هل استثمارنا لهذه الفرص؟ لأنه نحن التربية عملية مشاركة بيشارك فيها كل مؤسسات المجتمع. الأسرة لوحدها لا تستطيع أن تفعل شيء، فبالتالي إذا كان أنا عندي كيف ممكن أوظف، استثمر مالي، استثمر جهدي، استثمر وقتي في إنه أنا كيف أستفيد من هذه الفرص، في إنه أنا أربي ابني تربية صحيحة، أربي ابني أدربه على كثير من القيم الإسلامية، اللي هي قيمة الشعور بالآخر، قيمة التكافل، قيمة اللي هي التعاون، فيما حتى في إطار الأسرة الصغيرة وفي إطار الأسرة الكبيرة. نحن زي ما ذكرنا المجتمع يعلم الطفل تحمل المسؤولية، يعلم الطفل أشياء كثيرة، مهارات حياتية. طيب أنا أوظف استثمرها في بيتنا، مثلا أقسم المهام على الأبناء. للأسف كثير من الأسر يعني واحدة من أسباب القلق والخوف نتيجة من الخوف من قوانين البلد، أصبح إنه حتى ما تستثمر المهارات حقت أبناء. أنا لو قلت لابن أفعل هذا حيشتكيني في المدرسة، والسوشيال يأتي لي للبيت، وهتصبح قضية. طيب هل السوشيال يأتي من فراغ؟ يعني هل فعلا نحن بصراحة من سن مبكر، والطفل هو أقل من سنة، هل نحن كان عندنا خطة واضحة؟ هل كان عندنا استراتيجية للاستثمار هذه الفرص؟ أتوقع في هذا السؤال بصراحة نحن نجاوب عليه بكل الصدق. نحن نكون قصرنا في جانب من الجوانب، ما ودعنا منهج صحيح، ما ودعنا آلية، ما ودعنا خطة واضحة لاستثمار الفرص. فيأتي بعد فوات الأوان، وبعد ما يصل طفل في سن مراهقة، أكون أنا أقول يعني كأنه أنا كنت في حالة لا وعي، أو كنت في حالة يعني الواحد يشعر إنه كان مقيد تماما، فجأة يصحى ويجد إنه خلاص كأن الأمور أصبح خارج نطاق السيطرة.
هذه الأنشطة وكل الخدمات الموجودة نوظفها بشكل صحيح. يعني الخدمات ندع تحت مسمى الخدمات، نجد فيه خدمات صحية، خدمات اجتماعية، خدمات أكاديمية، أنشطة نوظفها في تقوية شخصية الابن، نوظفها في إن ابننا يتعلم ينظم وقته. يعني تجد إن الابن مفارقات عجيبة، يمكن الابن يكون في المدرسة منظم، يكون هو معين يصير عليه في المدرسة، لما يأتي للبيت لأن الأم والأب هم يخافوا من شدة ما هم حالة الرعب، تجد إن الابن في البيت يكون سلوكه مختلف تماما. وده ناتج نتيجة يعني فعلا ما استثمرنا هذه الفرص بالشكل الصحيح وفي وقت مبكر. موضوع حتى تعزيز الثقة بالنفس، وأنت أولا نوظفها حتى في حواراتنا، لأن نحن كيف نستقل هذه المهارات اللي موجودة في البلد. يعني مثلا يعلم الطفل إنه يعبر عن مشاعره، يعلم الطفل إنه يعني يرفض إذا كان في شيء، هو يعني متى يقول لا ومتى يقول نعم. طيب أنا كأم وكأب وأسرة نحن كيف نستقل هذه الإمكانات، كيف نستثمرها في جلساتنا في حواراتنا. طيب نحن كثير من الفرص وكثير من الأشياء المتاحة في البلد المضيف نحن هل استغلينا بطريقة صحيحة؟ اللي ذكرته مثلا موضوع التعزيز، تعزيز أنت أولا. لو أنا فعلا كأسرة ودعت منهج واضح، ودعت استراتيجية كيف أنا من وقت مبكر أقرص في ابني الاعتزاز بهويته، اعتزاز بانتمائه لأسرته. أنا يمكن أختم في هذا اللقاء قصة حقيقية لأسرة وكيف استثمرت وقتها، استثمرت إمكانيات البلد المضيف. كانت الأسرة تعيش في دولة ويمكن هي أحد الدول الغربية، لكن الأم والأب كان عندهم خطة واضحة. استطاعت الأم يمكن في الجانب الروحي حفظت القرآن، حفظت أبنائها القرآن، أبنائها ما شاء الله دخلوا في أفضل الكليات، يعني منهم الطبيب والمهندس. فيبقى إنه هذه الأسرة هي نموذج الأسرة الناجحة، الأسرة اللي استقلت الفرص بطريقة صحيحة بطريقة إيجابية. بالمقابل يمكن نفس في أسرة أخرى بتكون نفس المدة، يمكن هذه الأسرة لها حوالي 20 سنة في إحدى الدول، وأسرة أخرى نفس المدة الزمنية. لكن النموذج الأول للأسرة اللي استثمرت الفرص المتاحة، الإمكانيات المتاحة، استطاعت فعلا أن تحقق أهدافها، استطاعت أن تجني ثمار الهدف الأساسي اللي من أجله هاجرت. فنحن يمكن نقول ما مدى أن تأتي متأخرا خيرا أن لا تأتي. يعني نحن الآن ما تباكي على الماضي ما حيحل القضية أو يحل مشكلتنا، لكن الآن من الآن فساعدا. أنا أناشد نفسي وأناشد جميع الأخوة والأخوات المشاهدين، نحن كيف نستقل، نعيد حساباتنا، نبدأ صفحة جديدة. وإن شاء الله تكون هذه واحدة من الأدوات اللي هي الحلقات وهذه البرامج تذكرنا بأن إن شاء الله نعيد مرة ثانية، وإن شاء الله نستفيد. ما زال عندنا وقت كافي إلى أن نلقاكم إن شاء الله، نكمل حديثنا في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا.